اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ اللهم انصر اخواتنا النصر كده من عند ربنا ان شاء الله، ويقف معاهم جميعا. طاسه على النار حطينا فيها شويه كده من الزيت، هنعمل اكله اسكندرانيه 100%. معانا دلوقتي ايه ده؟ توم مدقوق بكمون، عليهم معلقتين من الخل. تمام. هننزل بقى بمعلقه من التوم بالكمون بالخل ده في الزيت كده زي ما انتم شايفين. شويه من الفلفل الكوبي، انا بحط فلفل كوبي، انتي تقدري تحطي فلفل حامي. هنعمل حاجه ريحتها بتجيب اخر الشارع. البص المحلات بيعملوها بنفس الطريقه كده، اكتر المحلات بتعملها كده. هنا بقى كده اللهم بارك، بصوا التوم بالكمون مع الفلفل عامل ريحه حلوه جدا جدا. اديتهم بس تشويحه كده. احنا بنجيب الكبده العاديه مش البلدي، علشان طبعا البلدي بقى سعرها غالي جدا. بنجيبها من اتنين، لا اما الحرش لا اما كبده الفلاح. الاتنين بيبيعوها عندنا هنا في اسكندريه نيه، تقدري تاخدي من ده او من ده. بجد بامانه الاتنين حلوين جدا جدا. الحرش عند القائد ابراهيم، وكبدة الفلاح في العطارين، مش اللي هو فرع محطة الرمل، عشان فرع محطة الرمل ما بيبيعش ني، هي اللي في الفرع بتاعه اللي في العطارين هو اللي بيبيع ني. طبعا الكبدة بتحب النار تكون عالية عليها. انا هنا نزلت ببقية التحبيشة اللي انا كنت عاملاها، اللي هو توم وكمون وشوية من الخل. ماشي، ما توطيش النار. وبصوا، والتقليب بيبقى بس كده، بتزقي بس الكبدة كده علشان خاطر ما تتهريش منك، وتطلع معاكي سليمة وتبقى زي الفل. انا بقى كده زي ما انتم شايفين اللهم بارك، بصوا ولا اتهرت ولا اتفرفتت ولا اتقطعت زي الكلام اللي احنا بنسمعه. بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا جدا. النار تبقى عالية، دي اهم نقطة. تمام، وعينك برضو عليها، وبتقلبي كده بين كل فترة وفترة، يعني بين كل ثانية وثانية كده بتديها تقليبة. تمام بقى كده اللهم بارك، الكبدة بتاعتك استوت اهي وتمام. هاتي بقى عصرة الليمون المتينة كده ونزليها على الكبدة. بجد بجد حاجة تحفة. اولا بصوا لونها فاتح بسم الله ما شاء الله، ما غمقتش، ما اتحرقتش، ما الكلام اللي احنا متعودين عليه ده واللي احنا بنسمعه وبنشوفه. شوية بقى من الفلفل كده عليها. بجد بقى انا بحبها في العيش الفينو جدا، وولادي بيحبوها في العيش البلدي او العيش الشامي، كل واحد طبعا على حسب ما بيحب. فانا بقى جبت كده نص رغيف فينو كده، وهنحشيه بقى حاجه ولا ريحتها. الكبده ما بتحطلهاش بهارات كتير، بلاش تحط لها بهارات كتير عشان تطلع معاكي مظبوطه وتطلع معاكي زي بتاعه الراجل ويمكن احسن. يا رب الطريقه والفكره بتاعتي تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وحشتوني كتير كتير كتير، واقول لكم زي ما بقول لكم كل مره ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.